معلش يا ابو شامة، ما تضايقش نفسك وسيبها على الله. وان شاء الله بعد العسر يسر وبعد الصبر جبر. الحمد لله ان انت معانا احسن من اي حاجة. وقول الحمد لله ان هي جت على قد كده. الحمد لله على كل شيء ومشيء، الحمد لله. فاتت برضو حاجات كتير. الحمد ما لله كناش هنعرف ايه الحمد اللي لله، هيحصل. اللهم لك الف حمد والف شكر. وان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيبها تاني على ياما خير. ياما مشامة، يعني هنشوف وياما شفنا شدة وشدة أجمل من كده وأكبر من كده، والحمد لله ربنا بيفكها عليا ويسترها معايا. الحمد لله. وطول ما أنا بخير وعيالي بخير وبصحة أحسن من أي حاجة راحت. طبعا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. أنا بس إيه، نفسي اتكلم مع الناس اللي بيتابعونا انا ومشامة. الحمد لله. متابعينا واللي بيشاهدونا سيان بقى سيان، حد عارفني، حد صاحبي، حد قريبي، جمهورنا اللي متابع يوميات شمع وشروق. انا مش عايز اطول عليكم، انا مش عايز اطول عليكم، بس انا الحمد لله يعني. الحمد لله يعني انا مريت بظروف صعبة كتير في حياتي، وانا شباب، وانا معايا شمع وشروق. وانا لما كنت واخد الشقه التانيه، يمكن انت شفت الفيديوهات التانيه، كنت برضه في ضيقه يعني، والحمد لله ربنا فك ضيقتي من اجل بناتي. الحمد لله. الحمد لله. وبحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل ضميري مع القريب والغريب ومع كله، واخاف ربنا الحمد لله يعني. فلما جيت عملت القناه دي، عملتها كان برضه عندي ظروف، وقلت ايه يعني اديني بقول يوميات شمع والشروق، تعمل قناه يوميات شمع والشروق اللي هو يومياتي وخروجي وفرحتي، وانتوا شفتوني وانا بخرج وبروح واجي، قلت يمكن انت عيال حابين كده وانا حابب كده، مش عشان فلوس ولا حاجه، والله مستور الحمد لله وماشي الحال. وعايزه اقول حاجه برضو، ان احنا هو بقالنا كام سنه عاملينها 3 سنين. اه. قسما بالله ما خدنا منها جنيه. لسه ما خدتش منها ربح، لان انا يعني صرفت في اول القناه وقعدت فتره ما اشتغلتش للظروف اللي انا كنت فيها وبمر بيها برضو، فعشان ما اطولش عليكم. آه، فانا قلت اعمل القناه دي، يعني ربنا رضاني من وراها خير وبركه، انا ما بعملش حاجه وحشه، وبعمل محتوى الحمد لله عائلي ومحترم زي اي ناس كتير وزي ناس محترمه كتير على اليوتيوب. والواحد لما بيشوفهم بيقول بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ناس وبنصلي على سيدنا محمد. لما بنشوف فيديو حد منزله او حد من فرحان ان هو ربنا كرمه من ورا القناه وجاب هديه لحد ومن عليه ربنا، ونقول بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. فانا يا جماعه قعدت فتره مش شغال على القناه، فرجعت تاني اشتغلت، يعني اليوتيوب بعت لي رساله كده فشجعني ان انا اشتغلت، فبدات اشتغل تاني بقالي شويه بعد ما رجعت شقتي دي. ف في فيديو نزل امبارح او امبارح، كنت عند ابن عمي عزمني كده بظروف، قلت افرحهم واعمل فيديو انزله. فالحمد لله انا مش بقول اي شيء سبب، هو مكتوب لي ومقدر. فانا الحمد لله انا الظرف اللي انا فيه دلوقتي، انا كان معايا مكنه عزيزه عليا، يمكن كلكم شفتوها، انزل لكم صورها معاكم. اول ما بدات القناه سافرت، كنت مسافر اسكندريه، ده سبب بدايه القناه، اول فيديو ليا. فكان معايا المكنه بتاعتي 2007. فالمكنه دي عزيزه عليا، يعني زيها زي عيل من عيالي، شايلتني وشالت عيالي وتعبت معايا، وهي كانت شايله البيت وشايلاني في كل مشاويري، وخيرها عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى المكنه دي. فلله الحمد، بفضل الله الحمد لله انا وعيالي كويسين وانا بخير. فكنت رايح يعني مشوار شغل، يعني رايح ان هي شغل، مش رايح ان هي مشكله ولا اي حاجه. انا عامه انا راجل ارزاقي ميكانيكي، فبروح بقى الورشه واجي من الورشه وبتاع. فطبعا انا ما باخدش يعني الحمد لله ربنا بيسترها معايا. فجيت رايح الشغل الصبح النهارده على الدائري على السريع، فواقفين في قرار جديد طالع الحكومه منزلاه، يعني مش مرخص والمرخص والمنتهي بتاع. فانا في نمره بتاع المكنه اللي ورا واقعه، فوقفوني فخدوا مني المكنه، المهم يعني. فالمكنه غاليه عليا قوي، انا اول مره في حياتي تاخد مني المكنه، بقى لها معايا زياده عن 13 14 سنه. هي موديل 2007 وانا خدتها من ابن اختي يعتبر، اشتريتها منه، بقى لها معايا حوالي 12 13 سنه. فده اللي مخليني قاعد زعلان.
فحسيت ان انا لما نزلت الفيديو بتاع امبارح بتاع عيد ميلاد ابن اخويا والفرحه، صبحت جات لي كارثه. فطب اقف ما اكملش، ما اعملش يوتيوب. ده انا اليوتيوب طلبني وبعت لي اشاره لما قعدت حوالي 5 6 شهور مش شغال عشان الظروف والضغوط اللي انا فيها. ما نقلت من الشقه التانيه ورجعت هنا شقتي، خدت وقت معايا لما ايه نضفت ونضفت الحاجه تاني وظبطت الدنيا. لا مش نضفت كده، دي شقه الزوجيه قبل ما اخش يوتيوب، عشان بس ما حدش يفكر ان ده ربح من اليوتيوب عملت كده. لا ده لا من دي عرق شقة وشقايه. بيت العيلة متجوزين بيت العيله فيها. ده من عرق وشقايه ومسانده والدي ليا، وربنا يخلي لي اخواتي واهلي برضه. تعبت واجتهدت على الرصيف في الشارع، وكانت معايا المكنه دي قبل ما اتجوز ام شام واجيب العيال دي، فعمر ما حد خدها مني، فاتاخدت مني النهارده. فادعوا لي ان ربنا يمن عليا واوقف ولاد الحلال واقدر اجمع القرشين اللي اخرجهم بيها، عشان انا حسبت الفتره اللي هي مع الترخيص والكلام ده كله والمخالفات اللي اتعملت لي هتعدي ال 15000 جنيه. فانا داخل يعني عليا مبلغ كده، عليا مبلغ وفلوس بدفع منهم 3300 كل شهر من عرق ومشاية. لسه ما خدتش جنيه من اليوتيوب، ما خدتش جنيه من اليوتيوب. قسما بالله بقالنا 3 سنين ولا جنيه دخل بس انا علينا. فرحان وحابب ان الناس تشوفني ويفرحوا بيا وافرح بيهم، وجالي خير من ورايا، جالي خير وبركه، ما جاليش انا راضي وعايش. وبعد ما رجعنا اشتغلنا برضو، عايزه اقول حاجه، لما احنا رجعنا اشتغلنا اشتغلنا. جات لنا رساله ان احنا اتحذف مننا الساعات، حصل. ورجعنا من الصفر تاني عشان اجمع 4000 ساعه. يعني اللي هو مش رجعنا وانا مفعله وبيجي لي اعلان. يمكن انتوا لو بتدخلوا على الفيديوهات هتاخدوا بالكم ان مفيش اعلانات، فالربح وقف خالص وما بناخدش جنيه والناس بتشوفنا. وقف ربح الربح وقف، الربح وقف ان انا ما كنتش باخده. انا كنت لسه بجمع في الشرط الاخير ال 100 دولار. في شرط جمعت كل الشروط يا جماعه، كل الشروط. كان اخر شرط، الشرط الرابع 100 دولار لازم نجمعه. جمعت ال 100 دولار هبدا بقى، جالي سنت، جالي 2 سنت، طبعا كلكم يا بتوع اليوتيوبر فاهمين. فالحمد لله انا بحمد ربنا. ما هو يعني هو الحمد لله على كل حال، بس هي الناس بتبقى شايفانا في الفيديو اذا كنا طالعين بناكل اكله حلوه ولا مبسوطين او عاملين فيديو حلو. شامة كملي يما، شامة شوف اختك، كملي يما، كملي عادي. وانا بتكلم مع عيال، انا مش طالع اعمل فيديو ترفيهي او فيديو عائلي. لا انا الحمد لله انا مش في كارثه، انا مش في كارثه. الحمد لله، انا بخير، ربنا يعوض ما علينا كتبتش خير. على الدائري. الحمد لله، كانت ربنا مسك يديك مني الصحه. في نزله تقليب البلد من على الدائري عند الاداره، اداره المرور اللي على الطريق السريع فعلا. فطريق سريع وطريق جديد وبسم الله ما شاء الله الطريق وسع وبقى حلو. فبقول الحمد لله، لان انا راجع بيتي الساعه 6 الصبح، جالي تليفون بمرزقه تانية الساعه 8 الصبح. 8 ما كملش ساعتين، لا وعقبال رجع الساعه 6 عقبال ما كان لقمه ونام، كانت الساعه 7 والله العظيم. فقلت برضه انزل عشان انا بدفع 3300 عليا فلوس كل شهر، 3300 بكره تعرفوا ليه، يعني مبلغ عليا لحاجه كده. وغير بقى طبعا ظروف الحياه والظروف اللي احنا فيها. المهم انا كنت وانا كان معايا توك توك يا جماعه 2016 واتسرق مني ورجعت 300، غير كمان ظروف الحياه وظروف البيت والعيال وكل حاجه. مني او حد بيتفرج عليا ما يجي يشوف فيديو لاي حد يقول بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك، اللهم راضي الجميع. وفي حاجه مش اكتر ولا اقل. وفي أنا حاجه لله الحمد، انا مش بقول كده عشان استضعف حد ولا حد اصعب على حد. الحمد لله انا بخير، الحمد مية لله. مية. ومعايا مكنه تانية، معايا مكنه صينيه تانية قديمه بس عايزه مصروف عشان تقوم. لا بس انا حابب اللي شاركني، حابب اللي شقيت معاه ومع عيالي. دي عيل من عيالي، انا مش من نوع النكار الجميل، انا صنايعي بحب الحديد. فانا ما ضعفتش، انا الحمد لله انا زي ما انا، ربنا يقويك. صحتي. انا ضاع مني مكنه ب 53000 جنيه في ايام كورونا، رجعت للميكانيكا تاني وقومت وكافحت وربنا رضاني، وحصل لي ظروف ورحت خدت شقه تانيه. انا مبسوط، انا مش زعلان. الحمد لله. عايز حد بستعطف حد او الكلام ده، لا انا كل اللي طالبه من اهلي ومن من من, من اخواتي ومن جمهوري، اللهم زد وبارك. كل ما تشوفوا فيديو ليا او لاي حد اللهم زد وبارك. الناس كلها كل اللي حوالينا برزق عيالك، مش عشان مشاهدات تعلى، ولا مش شاغلني والله، ولا اله الا الله ورحمه ابويا ما شاغلني. جت ما جتش انا راضي، انا عايش. لا ان شاء الله هتيجي، انا عايش. لا جت من اليوتيوب، جت من اليوتيوب برزق من وراه، جت ما جتش. انا حابب الناس تشوف وده عايش حلو وده مبسوط، ان عينه مش له حسد مذكور في القرآن. مذكور. بس في حاجه اسمها ده انا كده حلو.
انا المكنه اتاخدت مني الصبح، انا على ما فقت ولقيتها لسه جاي من الاداره، لسه جاي من الاداره وحسبوا لي الحسبه كده ناس حبايبي، فهخش في 15000 الحمد لله. وهيجوا الحمد لله. والمكنه قصه، وبيتي فيه قصه تانية، كمان شهرين في قصه تانية، بكره خير، بكره هتعرفوا كل حاجه عندي زي ما انا بقول لكم. فيا ريت يا جدعان اللي بيشوفني ويشوف غيري يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم زد وبارك لاي حد. واي حد بيشوف اي فيديو، اذا كنا زمان لسه كنت بقوله ما كملتش الكلام، بناكل اكله حلوه انا يا جماعه ما كنت شغال في شغلانه، كنت رايح النهارده، كنت اتعورت تعوره كده من اسبوع، كانت نشفت من الدم ما ضغط، وانا واقف عند الشعار الصبح حسيتها بقتلتها بتجيب دم. فالحمد لله انا كنت النهارده يعني شوفوا خبط في مكنه الحمد لله. الحمد لله، قدر الله ما شاء الحمد فعل. لله، اللهم لك الف حمد الف شكر، اللهم لك الف حمد الف شكر، فضل وعدل من ربنا. مكانتي ما اتسرقتش، التوك اللي اتسرق عارفين مكانها، وعارف يوم 2 شهر سنه اجمع حقها اللي اعمله بيها وارخصها وهجيبها. وهتشوفوا فيديوهات للمكنه او صور للمكنه، انتوا هتشوفوا الفيديو بتاعه انا على الصحراوي، شالتني مكانتي، شالتني، محدش شالني غير مكانتي. اخويا ربنا يخليه لي بيسندني، انا اخويا ربنا يخليه لي، اخواتي البنات سالوا عليا كويسين معايا، قال لي كويسين معايا مفيش اي حاجه، بس كل اللي انا طالبه اللهم زد وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم زد وبارك. معلش يا جماعه وانا وجعت دماغكم والفيديو طويل شويه، معلش حقكم عليا، بس انا حبيت افضفض لان من بدري وانا كنت عايز اقول افضفض معاكم. مش معنى ان انا نزلت فيديو امبارح اصبح عليا كارثه، احنا فرحانين انا وابن عمي، ربنا يعلم بظروفه، ربنا يعلم بظروفي، ربنا يعلم بظروف الجميع. ما هو ده اللي انا عايزه اقوله. انتوا ما بتشوفوا حد بيعمل حاجه كويسه، اذا كانت اكله حلوه ولا فرحانين ولا قاعدين قعده حلوه، انتوا ما تعرفوش ايه اللي في البيوت، ما تعرفوش ايه ورا ضحكتهم اللي بيضحكوها، ده بيضحكوها هم، بيضحكوها من في وقت كده اهو جه، لكن ما تعرفوش ايه اللي بيحصل جوه البيوت في ايه. الحمد لله، الحمد لله يا جماعه، عشان ما نطولش عليكم ادعوا لي بالتوفيق. شامه بقى اللي كانت زعلانه النهارده، لقيتها قاعده عامله كده بعد ما رجعت حزينه، ما تزعليش ياما وادعي لي بالتوفيق، ربنا مش هي يعني انا الرزق اللي بيجي ده بتاعكم انتوا، وانا شغال عندكم انتوا، والحاجه اللي راحت دي مش بتاعتكم انتوا، وان شاء الله ربنا هيقويني يا بنتي وهسد وهقف وربنا هيرزقني وهنجيب المكنه تاني وهتبقى زي الفل. الحمد لله. المكنه التانيه اللي عندي صحيح يا جماعه هي محتاجه مصروف شويه، فعشان كده مش عارف اطلعها لان قديمه قوي، يعني كانت معايا من سنين كده، حاجه قديمه تحفه كده، المكن بتاع زمان هوندا والحاجات دي، كان معايا هوندا 200، فما بقاش فيها ليه قطع غيار دلوقتي زي الاول، فمركونه من موديل 90 الحمد لله. فانا جاي مكن وميكانيكي من صغري. والله يا ابو شامه الحاجه بسمعها على طول، اذا ربنا حب عبد فابتلاه، الحمد لله. فاحنا الحمد بقول لك لله. بصي يا ابو شام، بصي يا حبيبتي صلي على النبي. انا النهارده انا حميد ربنا ان انا قاعد في وسطيكم، وبرضه بقول الحمد لله، بس انا خلاص كويس يعني الحمد لله ربنا يخليك ان لنا انا ويديك وصلت الصحه. للمرحله دي. انا مكانتي دي بتوديني منطقه تانية عشان اروح اودي عليه المدرسه، يعني مش هطول عليكم، دلوقتي بالتوفيق مش هطول عليكم، وما انزل لكم صور المكنه واقول ان شاء الله ترجع لك سلمى غنمه ويرزقك برزقها وتخرجها بالسلامه. يا جماعه في ناس ممكن تتريق، في ناس تقول لك مش عارف ايه، والله انا اسمي فوده، انا اسمي فوده وميكانيكي وده طبعي وشعبي وابن بلد ومن شبرا الخيمه وزي اي راجل جدع، بس بفهم في الاصول شويه يعني، او ما بفهمش بقى حسب، بقى انا حابب كده، انا حابب بلدي، انا بتعامل بلدي. الحمد لله، قدر الله ما الحمد شاء لله. فعل. انا اسف طولت عليكم تاني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ادعوا لنا بالتوفيق، معلش انا طولت عليكم يا جماعه، شكرا.